عملت كده خلطة للبط من عمر الأسبوع، ما شاء الله بتمنع الإسهالات وبترفع المناعة، يعتبر مضاد سموم طبيعي من البيت. تقدري تعمليها أول لما البط بتاعك أو الفراخ يوصلوا لعمر الأسبوع تعمليها لهم. في بداية اليوم كده حابة ان انت تعمليها مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، بتكون فوق الممتازة بشوية. بترفع مناعة البط والفراخ. طبعا انا مربيه البط ده معاكم من اول لما كان طالع من عمر اليوم، هو والفراخ مع بعض. فما شاء الله ده البط اللي بيطلع من البيت، ودي الفراخ اللي هي الفيوم الدهب والرز اللي انا كنت طبعا شارياهم علشان اربهم مع البط. فوصلوا عمر الاسبوع، فحبيت ان انا اعمل لهم رفع مناعة كده من البيت طبيعي، مضاد سموم، فاتح شهية. لان البط في الصيف طبعا شهيته ما بتكونش مفتوحة على العلف زي الشتاء. فبنحاول على قد ما نقدر كده ان احنا نعمل لهم حاجات طبيعية كده بسيطة من البيت، بحيث ان السحب على العلف يكون عالي شوية ويكبروا معانا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيت ان انا اعمل خلطة بسيطة معاكم النهاردة كده للبط. طبعا انا مجرباها لدورات البط اللي فاتت والفراخ كمان، فلقيتها ان هي بتجيب نتيجة معاهم حلوة، فحبيت ان انا اعملها للدورة الجديدة دي. طبعا النهاردة اليوم السابع ليهم، فهنعمل كده بقى الوصفة دي ما شاء الله. يا ريت قبل ما ندخل كده على الخلطة بتاعتنا، لو انت لسه بتشوفي القناة بتاعتي لأول مرة يا ريت تعملي اشتراك، وكمان يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من اللايك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك علشان يتشاف، وعلشان اتشجع ان انا اكمل معاكم الدورة دي واصور معاكم دورة البط والفراخ يوم بيوم. طبعا هنبتدي ان احنا نشوف ايه هي الخلطة اللي احنا هنعملها لهم. طبعا الخلطة دي كلها مكوناتها موجودة عندك في البيت. نص كيلو من العلف اللي هو السمسم اللي هو 23%، وكمان معايا معلقة كركم، معايا معلقة حبة البركة، معايا معلقة رز مطحون بنشا، وبصلاية صغيرة خالص مبشورة، وعليها عصرة ليمون، وكمان حوالي عن 3 فصوص كبار من الثوم هرسهم ومنعمهم خالص علشان اغلفن بقى الخلطة دي كلها كده مع بعضها. طبعا دي الخلطة دي فيها رفع مناعة حلو جدا للطيور الصغيرة، وكمان بتمنع الاسهالات طولة ما البط او الفراخ. طولة ما البط او الفراخ بتاعتك سليمة ما عندهاش اي نوع من الاسهالات، فهتضمن ان هي تكبر معاك على طول. هتضمن ان هي ما يحصلش لها اي مشاكل في خلال الدورة يعني، وهتديك احجام حلوة جدا. اهم حاجة طبعا قبل العلف والمية الارضية الناشفة، الفرشة تحت الطيور دايما وهي صغيرة كده تكون نظيفة، تكون ناشفة خالص علشان ما ياخدوش برد منك ولا يسهلوا ولا يموتوا بشكل مفاجئ. الناس اللي بتسأل البط او الفراخ في العمر ده بيفضلوا يموتوا كده عمال على بطال ليه؟ بيكونوا واخدين برد منك وجالهم اسهال وانت مش واخده بالك من الفرشه ان هي عليها اسهالات. فطبعا انا هنا برش كل يوم كبشه الجرم مطفي كده على الارضيه، وبنضف الفرشه باستمرار ليهم. ده المكان اللي انا بستقبل فيه الطيور الصغيره عندي. بعقمه طبعا حلو جدا، بفرش لهم كده كل يوم فرشه جديده. وعلى اخر اليوم طبعا لو لقيت ان التبنه او النشاره دي مبلوله، لازم تبيتها كده الطيور على نظافه طول الليل. البط والفراخ يكونوا نايمين على ارضيه ناشفه خالص علشان تلاقيهم كده بيكبروا معاكي، ووزنهم وحجمهم بيزيد يوم عن يوم. طبعا انا هنا حاطه لهم السقايه كده في ركن لوحدها كده في الصندوق اللي انا بربي فيه الطيور الصغيره دي. وتحت السقايه طبعا اي اتعلها من على الارض حاولي ان انت تعلها بحته بلاطه بحته رخامه صغيره كده، بحيث ان هي ايه السقايه ما تتقفلش بين الفرش التبن او النشاره يدخلوا فيها ويقفلوا الفتحه بتاعتها، والبط ما يعرفش ان هو يشرب منها. فانا هنا طبعا معليها كده من على الارض وحاطه فيها الخراطيم دي. ليه؟ لان طبعا البط والفراخ مع بعض، البط طبعا روحه في الميه،
فهو بيحب ان هو يقعد يعك في المية كتير جدا. الفراخ ما بتبهدلش المكان بالمية خالص، البط هو اللي بيعك. فعشان اضمن ان الفرشة تفضل ناشفة بعمل كده ليهم وهم لسه صغيرين كده. طبعا حطينا الخلطة دي ممكن تعملها لهم مرتين في الاسبوع، بتكون حلوة خالص. اهم حاجة طبعا التهوية والتدفئة في نفس الوقت وهم لسه في العمر ده. فما شاء الله ده البط اللي كان طالع لي كده تحت البطة. اما الفراخ دي طبعا انا شارياها علشان الفراخ دي للتسمين. الفراخ اللي هي الفيوم الذهبي والرز دي في التسمين بتكون حلوة جدا، بتديك الاوزان اللي انت عايزاها لو انت شارياهم من مكان مضمون. لو انت شارية نوع فرخ حلو فبيزيد معاك في الوزن وفي الحجم جدا. اما البط ده طبعا انا بربيه علشان انا برقده عندي في البيت، فبرضه لازم ان انا اسسه صح من الاول خالص. كل الحاجات دي بتكون في قلب المطبخ عندك، تقدر ان انت تعمليها ليهم حلوة جدا ليهم. طبعا الصندوق ده واسع خالص، فعلشان كده ما شاء الله البط والفراخ بيتحركوا فيه براحتهم خالص، مفيش كتمة، مفيش المكان مش حر عليهم، وهو ده اللي احنا عايزينه. لازم يكون المكان ولا هو حر ولا هو ولا هو بارد عليهم. في الصيف طبعا علشان ما شاء الله يعدوا ويكبروا معاك على طول. هما متربيين مع بعض من اول لما البط كان طالع من اول يوم، هو والفراخ، فما فيش اي مشاكل. عندما بيجيبوا طبعا عمر 15 يوم ولا 20 يوم ببتدي ان انا بقى افصل ده لوحده وده لوحده، علشان طبعا وهم كبار لما كل حاجة بتكون لوحدها كده بتتربى لوحدها افضل طبعا. وحاولي ان انت في العمر الصغير ده ما تكتريش بقى من العلف قدام البط، يعني هي حاجة بسيطة، ممكن تحط لهم اقل من نص كيلو كمان على الوجبة. لو انت هتعملوا عليها خلطة بحيث ان هم ياكلوه على طول يخلصوه على طول، ما يقعدش قدامهم ساعتين ولا حاجة. ان شاء الله باذن الله نكمل معاكم الدورة دي على خير. فضلا كده وليس امرا، لو لسه موجودين معايا ما تنسوش توصلوا لنا الفيديو ده ل 200 لايك. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.